الاجواء ديال العيد ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، كتعود كل اسره مغربيه كتفيق لك مع رفش بكري، كتوضا وكتصلي وكتشتي كاع ما سيدي الجلباب المغربي وكتحط لك افخم العطور. الريحه ديال هي كتشم بالجو وكتعرف بلي اليوم نهار مميز عندك. احسن احساس هو نهار كتخرج من الدار وكتسمع الناس كيبركوا في العواشر، مبروك عواشرك عوش مبروكه، والناس مجموعين حدا الجمع وكيتسناو الايمان امداك من الصلاه، وكتبان لهم الفرحه في عينيهم يعني بغاو يطيروا بالفرحه. بالنسبه لصلاه العيد عندها واحد الطعم خاص. اجمل حاجه في العيد هو ملي كتلاقى مع العائله، الناس فرحانه ونشطه مجموعه على طبله وحده. العام سيدي اللي عنده شي عيديه كيشدها هو فرحان، الصغار فرحانين والكبار كيتفكروا ايام زمان. الايام والعيد بلا فطور التقليدي ما كيدوزش. شوف سيدي هاد الطبله، ها الشباكيه، ها البريوه، ها المسمد والعسل كيتقطر واتاي من هنا كتجلس مع العائله مالك من فوق تسمى ديكها. كيزيد هاد اللحظه خليها تكون زوينه بزاف. مورا الفطور ولما العائله كيجي الدور ديال الصحاب، كل واحد كيفاش كيبغي يدوز العيد ديالو. كاين اللي كيمشي للبحر، كاين اللي كيدوز العيد ديالو فشي بلاصه زوينه، والتصاور والضحك والنشاط كيكونوا واجدين وحاضرين في هذه المناسبات. وهكا كندير حنا عندنا نهار العيد فرحه كبيره لما زوينه والناس ناشطين. وانا بدوري كنتمنى لكم عيدكم مبارك سعيد، يدخل لكم بالصحه والعافيه. وما تنساوش دير لايك وخلي لي كومونتير وقول لي كيفاش كيدوز نهار العيد عندكم في مدينتكم. السلام عليكم.